السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. صيد مباشر، صيد آخر حلاوة، صيد فنان، صيد حتكتشفوا يعني إيش الحاجات اللي يقدمها. صيف ولدي عبد الله، بعدين يقول اسمه آدم، ما أدري آدم هذه من فين جات، بعدين هو يقول لنا عليها. الصيدنا اليوم أو حديثنا اليوم أبغى يتكلم عن حارته اللي نشأ فيها. هذا ولدي، ترى ولدي وزميل ولدي وهو ولدي بالفعل. طبعا. فيعرفنا على نفسه ويعرفنا على الحي اللي هو فيه. أنا نادرا دائما أتكلم عن الهنداوية لأنه عشت فيها، وتكلمت عن الرويس برضو، واحد من حبايبنا تكلم عن الرويس. ودحين أترككم مع عبد الله يكلمنا عن الكندرة بحاجة مقتطفة كده، وبعدين يوعدنا بأنه يرسل لنا حاجات كثير. أسيبكم مع عبد الله، يلا عبد الله. طيب يا سيدي، أول شيء يشرفني الله يحفظك إني في منزلكم العامر، الله البيت يسلمك اللي أحبه مرة وأحب اللي فيه. الله يحفظك. وطبعا إنك تكون والدي هذا شرف الصراحة يعني. الله يبارك فيك. بالذات إنه حبيبي وأخويا ولدكم اللي هو أخوي عبد الله النجار. عبد الله. طيب، وأنا الصراحة كنت عتبان عليك لأنه بس الهندوية هي اللي ماخذة نصيب الأسد. حلو، أنا قلت لك يلا خلينا نصيدك على طول. بس الكندرة، لا الكندرة تستاهل. إيه؟ وأتوقع ما أنت بعيد عنها، هي لك حبايب في الكندرة كثير كثير. أول شيء حدد لنا فين الكندرة. الكندرة، طيب شفت. إيه؟ اللي من جدة يعرف الطيارة البرتقالية في شارع الملك خالد. حلو. عند المطار القديم بالضبط، يعني أقرب الأحياء للمطار القديم. أول مطار لجدة. إيه، أول مطار في جدة. إيه. من الطيارة البرتقالية، بعدين لما تقطع شارع الجوازات كامل إلى 60، هذه بداية الكندرة. حلو. نهايتها عند عمارة التأمينات اللي هي عند كوبري الملك خالد. أي. حلو. فهذاك المستطيل هو الكندرة. الكندرة مجموعة حارات. أنا ترى مو أحسن من نتكلم عن الكندرة، بس أنا من عيالها يعني، وأكيد لها ناس أفضل من طبعا طبعا. إيه؟ الكندرة هي اللي كان فيها قصر التشريفات الرسمي. حلو. كان استقبل فيها زعماء عرب. محمد علي كلاي أشهر إسلامه في الكندرة، هذه معلومة كثير ما يعرفوها. ما شاء الله. إلا إنه كان نازل في نفس الفندق. أم كلثوم زارت الفندق. إيه، فندق قصر الكندرة. نعم. الكندرة كمان احتضنت مجموعة من أعلام جدة البارزين زي فوزي محسون مثلا، له بيت في الكندرة، والفنان فوزي محسون، وكانوا يجوا أصلا الفنانين في نفس البيت الكندرة. الكبار الفنانين والكتاب منهم أمراء. حتى في الفن الشعبي الكسرات لها وجود. زي ما يقول أتوقع طاهر كتلوج، كيلو 3 بساط الريح، والكندرة عاصمة جدة. قالوها يا أبو معتز. إلا في الأشرطة كنت أسمعها. أيوة. فكيلو 3 قريب من الكندرة، ينضم كيلو واحد. نعم. 3 اللي هي على حسب البعد من أيوة صح صح. طبعا طلع من الكندرة مجموعة من الأعلام، لاعبين الكورة والفنانين. على طاري لاعبين الكورة، النادي الأهلي كان في الكندرة بالضبط. حارتنا، حارة اللي أنا اتولدت فيها. أنا اتولدت في بيتنا يعني، ما شاء الله، في قابلة وكذا فنشأت في الحارة اللي هي حارة النادي. حارة النادي نسبة إلى النادي الأهلي أيام عبد الله الفيصل. هذا أول مقر للنادي الأهلي كان في حي الكندرة. فاللي يطلع ما عنده ميول رياضية هو بالتبعية يصير إيش؟ يصير أهلاوي. زي الاتحادية مثلا، أو اللي يطلع في الهنداوية وما عنده ميول غصبا عنه يصير اتحادي، لأنه أغلب الاتحادية هنا. صحيح. هي حي جميل مرة جدا، حي مرتب هادئ. حواري أو الحواير على قول بعض الناس. محافظة على فعلا المزاج الحقيقي لحواري جدة. صح. الكود الأخلاقي واضح جدا في الكل. نفس اللي تشوفه في الكندرة تشوفه في الرويس، نفس اللي تشوفه في الرويس تشوف الهنداوية، تشوف بغدادية. نعم بالضبط. يعني انت في الحواري اللي هناك تتشابه، الاشخاص يختلفوا بس. صح. ارجوك سوي لنا مادة خاصة عن حي الكندرة. والله الكندرة تستاهل، والله هي تستاهل. يعني حتى شوف على الطاري حي الكندرة ينقسم لحارات. صح. زي
حارة الجهينة أعتقد. في جهينة. أيوه. حارة جهينة نعم، حارة معروفة. حارة العشاق. إيش العشاق؟ حارة المربع. إيش العشاق ده؟ الصراحة ما أعرف سبب الاسم، بس في حارة العشاق. وكان لها فريق كورة يعني. العشاق. حتى فرق الحواري كانت تتبارى مع بعض في ملعب اصلا. صح. ملعب العشاق. في حارة بابيضان، في حارة المربع، فايوه الحواري اللي. وفي فيديوهات الحمد لله يعني توثقت قبل الازالة. فيديوهات لهذه الحواري. طبعا لا اكلمك عن التماسك الاجتماعي اللي موجود. لا طبعا. لا اكلمك عن بساطة الناس انهم على الفطرة. الناس اللي يرجعوك فعلا لفكرة الإنسان الأول البسيط المرتب، الذوق اللي تيجي، اللي عنده قيمة النخوة، الشهامة، النجدة، المدري مين. ما شاء الله. الضيافة، البيوت مفتوحة ترى على بعض بالمناسبة. نعم فبيوت جدة بل وبيوت الحجاز بل بيوت المملكة كلها. نعم صحيح. الحمد لله. البيوت من جد مفتوحة على بعض، فطبيعي جدا أجي أحصل على السفرة ناس ما هم من البيت اللي هو بدون موعد يعني. ناس الباب مفتوح، هم دستر ودخلوا. صح. دستورك معاك، دخلوا جلسوا. صح. يعني يجي وجبة الغداء ما أنت عارف أمك إيش طبخت. شكرا. ما كنت على الصحون. في غسيل صحون مو غسيل. فنعم أنا من أبناء الكندرة ويشرفني. وجيراننا انتوا الناس الهنداوية يعني. والرويس. درست في الرويس ايوه ما شاء الله. انا درست في المأمون. الرويس هذا متوسطة. ايوه. فنعم بهذه المناسبة إذا كان تعرف إيش يسموها العطلة الصيفية لما تسير شايف يكون في يضموا كذا مدرسة في مدرسة واحدة. في إيش يسموها شوف ناسي اسمها الآن مركز الصيف. مركز الصيف. فكان المركز الصيفي في مدرسة في الكندرة. ماني عارف والله. أنا المركز الصيفي اللي أعرفه كان في العمارية في الخندق. ترى في فرق كبير بيني وبينك انت ولدي. عشب شوية. اي فأنا أتذكر في طرفة كنت أنا مسؤول عن الإذاعة المدرسية في المركز الصيفي هذاك في ذيك الفترة. بعدين جاني واحد كده قرب المغرب شوية. يا أستاذ قلت له نعم. قال لي أذن المغرب. أذن المغرب؟ أيوة أذن المغرب. بس مسكت الميكروفون وقلت إيش عمال أذن الله أكبر الله أكبر. ترى صوتي وحش يا عبد الله. الله كلك على بعضك. الله يحفظك. المهم جاني واحد تاني قال يا أبوي لسه باقي على الأذان 5 دقائق. أمسك الميكروفون الله أكبر الله أكبر برنامج يعده ويقدمه فلان الفلاني. يا تعد التصرف. وآية وحديث والسلام عليكم. حلو مخرج 7. نخرج نرجع مرة ثانية للكندرة. طيب. هل في إضافات ولا توعدني بإرسال المزيد؟ يا سيدي أنا بين الأيادي. الله يحفظك. يعني الله يبارك فيك. أنت متفضل علي بأنه أكون. لا والله بالعكس أنت مكسب. شيء شوف قصة الكندرة ما تخلص الصراحة. والناس اللي فيها لو جينا تكلمنا عنهم وإيش كان مكانها بين الحواري اللي في جدة، ومكانها بارز ومعلوم. يعني حتى احتضنت كثير من بيوت جدة العريقة، يعني بيوت المعروفة زي بيت أتوقع بيت جمجوم ما زال لهم يعني، أو كان لهم بيت إلى فترة قريبة. بيت الجمجوم هم الجماجمة كانوا ساكنين. أيوه الجماجمة كانوا ساكنين في البغدادية. أيوه. والزاهد برضو له موجود في النزلة وله موجود. أيوه لا نعم النزلة. يعني كنت تشوفهم حتى في المناسبات وكذا يتجمعوا هناك. يا أخي يكفي قصر إيش اسمه قصر الكندرة. فندق قصر الكندرة هذا اللي أقول لك كانت تنزل فيه أم كلثوم والناس، لأنه كان جدا قريب من وأفخم فندق في ذيك الفترة كان في جدة. حتى من الشغلات الغريبة يمكن ما هي مرة مهمة بس غريبة إنه فندق البدر. بدر شيراتون. ايوه هذا الفندق اللي يعني الى حتى قبل الازاله بايام بسيطه. كانوا المضيفين والمضيفات حقين الخطوط ما ينزلوا الا هناك بحكم انه عقد قديم مره من ايام ما كان المطار هناك. صح. والطاقم الصحي حق مدينة الملك عبد الله اللي هي حق الحرس الوطني. لا هذه ما اعرفها. برضو ينزلوا في البدر شيراتون. عجيب.
إلا ويكفي الجوازات كانت هناك نمسك سيرة الجوازات والمعقبين اللي قدام بالشماسي. نعم. الواحد سبحان الله عشان يضيف زي ما قالوا ايش يجدد الجواز او يجدد جواز عامل عنده او هذا. نعم اي والله من قبل الفجر. والمعقبين اللي هناك والمعقبين والبسطات الآلات الكاتبة طق 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 طق. كمان من الشغلات اللي برضو اكيد انه هي ممتدة من ايش ما كان الزمن، هي ممتدة، اللي هي جولة العصر بالدراجات. الله. ونسوي شيء ما اعرف الاسم صح ولا غلط، بس انه نعرق يعني بالدرجات. يعني قصن كلوف. اللف. كنا نروح على الحواري الثاني ومدري مين ونتشاقى. الصراحه كان في شويه شقاوه، بس شقاوه بريئه والله، يعني ما كنا نادي احد ومدري مين. في فندق قديم كمان، فندق الكعكي اللي ورا الجوازات. نعم صحيح، ورا الجوازات. وعلى الستين هو. على 60 وعلى ورا الجوازات، يعني بين شارع الجوازات وال60 في التقاطع ده. والمقر الثاني للخطوط السعودية في عمارة عند كافتيريا الأطلال. عم أحمد كبدة. الله. هذا المبنى الأخضر. المبنى الأخضر. أحلى سندوتشات كنا ناكلها إلى الآن بنفس الطعم موجود في ما أدري في الصفا في طريق من طريق المدينة توصل. لو كتبت كافتيريا الأطلال في إلا نفس الشارع اللي شارع سلطان بن سلمان. ممكن خليني اشوف لك المكان بالضبط. شوف الا رحت كذا مره لما نجي جده الصراحه. بس هو نفس نفس السندوتشات والنكهه والهذا. نفس السندوتشات، كبده بالجبنه، الجبنه الشيدر الكبيره اللي يسويها. والزبده والجبنه مربى. بالضبط. هو في شارع والبيض بالمفروم. شارع عامر بالمنذر. قريب من سلطان بن سلمان. قريب. البيض بالمفروم موجود، البيض بالمخ موجود. هذه دعايه يا صاحب يستاهل والله. عم احمد انا حضرت عليه هو بنفسه، هو بيسوي ما شاء الله. موجود. لا دحين لا، عماله ما شاء الله. عماله اللي من جد ماخذين نفس كاريزمته ونفس مصنعيته ونفس كل شيء. ذكرتني بواحد صاحب سندوتشات كان يسوي سندوتشات. معلش هذه الصبح هديه من عمي ابو معتز. كبرها عشان تبان. والله لا والله كبير، والله كبير. هيدا عايش يفك انا بن عبد الله. قلت ايه ده هذه مشكلته، واعرف انه حيساومني عليها لما نرجع. على فكره هو وعدني يرسل سبحه، وتوقعت انه يرسلها مع الحلاوه بس ضيع. امك ثم امك ثم امك بعدين ابوك. لا على العموم ذكرتني بواحد كنا دائما الله يرحمه يغفر له دائما نشتري من عنده سندوتشات. كان في القريات ورا السفارة السودانية، اسمه أبو قامش. مو الهندوية. القريات نسميها شارع التلفزيون. لا ورا السفارة السودانية على طول. مقابل عبد الله هاشم. السفارة السودانية وهي هناك. عنده أحلى سندوتشات بيض. ما أعرفه. انت ما تعرف. انا اعرف المختار في الهندويه. اللي بعدين جاء بعده الامانه. لا انا بكلمك عن عهدي. اياميها كنا في المتوسط. ابو ايش؟ ابو قامش. الاسم معروف. الاسم معروف. لا الميزه الحلوه انه ما شاء الله تبارك الله يجوا يشتروا من عنده 20 سندوتش 50 سندوتش. مع انه سندوتش يشبع يعني. وبعدين قد كده طول السندوتش، ويجي يقول لك وقف وقعد تمسك سرعة. انت اول واحد عشان يخلص لك. هيا قشر بيض كده يأمرك. بتحس انه لازم تبره. نعم يلا واد قشر بيض. وانت تبغى 20 يلا قشر بيض وقشر بيض. من جد والله. والله. وبعدين ايش السندوتش بسيط جدا بس لذيذ جدا. بيض مسلوق، هذا السر، وطماطم وكمون وفلفل اسود وشطه، ويعصر لك ليمون وتعال كل. يعني سندوتش يعرفوه ترى. نزلت انا نزلت في التيك توك نشرة عنه، وصلت يمكن حوالي 200,000 مشاهد. ما شاء الله. مسلوق مو مقلي. بيض مسلوق ما يبيع الا كذا. وبعدين له يمكن 3-4 ساعات وبعد كده خلص كل شيء. نفس الأطلال. خلص كل شيء انتهى الموضوع. دحين الأطلال شغال على طول في الليل وفي هذا. بس يا أخي اختلف العيش مو زي العيش. والله ما حسيت إنه اختلف. ما أدري يعني. يمكن أنت من زمان ما رحت. بس أنا أروح له دائما كل ما أجي. وأجيب ناس عليه، يعني الناس اللي ما يعرفوه. من الشغلات برضو اللي هي البطاطس. اللي كانت عندنا قبل لا تصير دحين في البلد ومدري وين. كانت في الحواير موجودة. دحين يسموها تاتس.
يعني احنا كانت بالنسبه لنا مرات تعتبر وجبه. ايه وقت الغداء اشتري ب4 ريال، 4 ريال ترى. ايه يعني مفطح. ايوه كميه طبعا. طويلة يعني. ترى مفيدة البطاطس، بس هو عشان الزيت ولا هذا. المهم انت تفضلت علي وسمعتني كلام حلو عن الكندرة، وديتني معلومات حلوة، وتسمح لي بالنشر بين يديك ويديك العافية، وذكرى جميلة جدا. المفروض تكون عندي ضيف، لكن انت انت صاحب البيت. انا الضيف. لا والله انا مو ضيف الصراحة يعني. بارك الله فيك. الشيء الثاني انت صاحب الفضل. شكرا، الله يسلمك. ومره انبسطت، شكرا لك يعني. والله نفس الحكايه، وكان ودنا الجلسه دي بس، وتوعدني كل ما تيجي جده تيجي تزورني. من عيوني يعني كل انت قصدك انه كل ما يجي جده اسوي عيد، هذا عيد بالنسبه لي. الله يجعل ايامك كلها عيد وبركه يا رب، ويعذروني الله يسلمك. عيال كندره مو احسن واحد يتكلم، بس والله بعفويتها يعني. لا حلو. تحب تذكر احد فيهم مثلا، اسم واحد فيهم؟ الكندره ايوه طبعا. اي كان عمدة حارتنا ابو عيد عم محمد سعيد صنيدح موجود. اي ما شاء الله تبارك الله. اي جميل من اجمل الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك ما شاء الله. يعني هذا كان مو العمدة الرسمي تبع الداخلية، لا احنا يعني كنا نرجع زي كبير الحي. نعم زي كبير الحي. قادر وكلمته زي السيف ما شاء الله، وبحب ما يعني شاء الله. عارف اللي هو ما كان عنيف او شيء، لا بحب. كان اللي يقول ابو عيد يصير. وليش تسمى ابو عيد؟ ثاني يوم العيد دائما عيد الفطر كل الحي حتى اللي خرجوا حتى اللي خرجوا عنده في البيت يجوا عنده ما شاء الله، ذبايح تنزل ومدري مين، فتسمى ابو عيد. وهذا موعد مقدس بالنسبه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ثاني يوم معروف انه هذه سنويه عند ابو عيد. ما شاء الله. وهو يعني شوف ملقاه عيد اصلا. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك. ايوه كان ابو عيد من جيران بيت القعوص، من جيراننا بيت عم باخت الله يرحمه، عم عايش حفيده دحين فنان ما شاء الله. لا والله في اسماء حلوه. الغشيري، بيت الغشيري، عم عثمان جارنا. الا في ناس حلوين. الشيخ عبد الحفيظ كان امام المسجد، عبد الحفيظ شعبوك، وولده صار حسان امام المسجد. ما شاء الله. هذه الاسماء الايقونيه يعني، عارف. ما شاء الله. بيت الحربي برضو جيراننا. الميزه انه الناس من كل مكان. الطويري كانوا جيراننا، مثلا من الطائف الطويري. الحروب من المدينه. حلو. فالميزه انه كلنا واحده عائله. نعم هذه ميزه احياء جده القديمه. البيت واحد. مثلا عمك إذا شافك ممكن يضربك. عمك أقصد بها جارك الكبير يمكن يضربك، يا ويل تشتكي لأبوك يزودك. يروح يقول له أيوة. بس تدري يعني من الشغلات اللي كانت ممكن تصير، أكون ماشي في الشارع عادي قاعد ألعب، يزهمني جارنا يقول لي يا فلان خذ هذه فلوس، روح عند عمك شعبان البقال اشتري الشغله الفلانيه وجيبها. المسألة ما فيها زايد ناقص، أنا لازم أسوي كذا صح، لأنه اللي قبلي يسوي كذا وهو كان يسوي كذا. صح. لو مثلا شافوني في وقت الصلاة ماني في المسجد وهم عارفين إنه أبويا غصبا عننا يودينا المسجد وأبويا ما هو فيه، كل الحارة تزفك على المسجد غصبا عنك. ما شاء الله. اللي هو خلاص هو قلت لك في كود أخلاقي في بداية هذا جمال الأحياء القديمة. الآن يا ولدي جارك ما تعرفه، جاي يدق عليه يا ابوي عيد كل عام وانت بخير. ها طيب هو دوبه صاحي من النوم. هو شوف الخير ممتد. بس اختلف شكله. صح. اول كانت حياة لها طبيعتها طبعا وحلوة، كانت جميلة مرة، ودحين يعني في جمال آخر بشكل آخر. يا سيدي جمالك وكلامك الحلو وتوعدني تكمل القصيدة. اللي في الواتساب. تسلم، بارك الله فيك، الله يديك العافية حبيبي. الله يسلمك.